السلام عليكم ورحمة الله. إخواني أخواتي، كنتمنىكم دائما تكونوا بخير وعلى خير. تحية كبيرة من عند خوكم مول الصناري لكل المتتبعين الأوفياء، سواء كنتم داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن. كتعرفوا دائما كل يوم الجمعة كنا مرة واحدة كنهزوا الكفوف ديالنا إلى الله سبحانه وتعالى وتنقولوا يا ربي اللي ميت ليه شي واحد من الوالدين ديالو، من خوتو، من وليداتو، من الأحباب، من الجيران، من الأقارب، من الأصحاب، كنتمنى من عند الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ومرة أخرى جمعة مباركة عليكم جميعا أيها الأحبة. إذن نهاية المرة ديال سيدي عدي، من بعد ما تحكم على الابن ديالها الأولاني ب2 الآن كيجي الدور على الابن الثاني. البارح حكمت المحكمة عليه كذلك هو ب2. هنا إخواني أخواتي كنشوفوا بأن مع كامل الأسف الكلام اللي كنا تنقولوه، النصائح اللي كنا كنصحوها لهاد المرأة هادي ما بغاش تسمعها. عينا يا ما تكلمنا، يا ما قلنا لها ودي راكي غادا في واحد الطريق، والطريق السروالي راه كلها كحله، الطريق السروالي كلها كحله. ها هو هارب من العداله ومجرجر مول المحاكم والقضايا. هذاك راه مسخوط، ماشي غير الوالدين، مسخوط الوالدين ومسخوط الوطن، ومع ذلك ما بغاش تسمع، ومع ذلك ما بغاش تسمع نهائيا. حتى في واحد الوقيته كانت ربما انها كانت غادا يعني تصحح الاخطاء ديالها، ولكن ما عرفناش هاد المراه هذه مالها. من بعد ما خسرت الابن الاولاني ففي ديك اللحظه كانت غادا يعني مثال تعترف، وخرجات واعترفات وقالت لهم انا راه كنت يهوديه وسلمت بين يديكم، ولكن ما عرفتش شنو عاوتاني اللي وقع اللي قصح عليها الراس. واش الفلوس، واش ما نعرف. حتى كنشوفوا حتى الابن الثاني تا هو عاوتاني كيتعتقل من بعد ما تعتقل على ازيد من 1 سيمانه. البارح كان الحكم عليه. والمشكل هو ان هذه المراه باقا لحد الساعه يعني متعنته، باقا لحد الساعه كتقول لهم ما بغاوش يديروا لي يشفعوا لي الشكايات ديالي انا وكذا، وعلاش غا انا هي اللي كذا. يعني مجرد هضره خاويه. انتي من واحد النوع اللي كيخرج على ولادو، انتي تبعتي صراعات خاويه لا علاقه لك بها، وكنتي كتخرجي وكتظلمي على الناس من بعد ما تناقشي الموضوع. ولكن اش غادي نديرو بالنسبه لامراه اميه، امراه جاهله؟ باي طريقه غادي تناقش من غير السبان والمعيور والضرب في اعراض الناس؟ شو من طريقه غادي تناقش بها؟ السيده كانت كتخرج، يكفي ان مثال واحد الشخص يقول لها يلاه ضربي في هذيك، كتخرج تضرب فيها. هاكي غتصاورها، كتنوض تنشر تصاورها. هاكي قولي فيها، هاكي قولي فيها. راه ماشي هكا كدار المسائل، راه ماشي هكا الناس كدير. الطريقه اللي كنتي كتخدمي بها هذيك راه ما كتسماش خدمه، وانما كتسمى جرائم. جرائم كنتي كتمارسيها على الناس، جرائم كنتي كتظلمي على الناس، وكنتي كتحقري على الناس، وكنتي كتدخلي حتى الابناء ديالك في صراعاتك اللي ما عندك معها لا نقاء ولا جمال، فقط صراعات ديال واحد الشخص واحد اخر، وانت كتخشي راسك فيها. ومن بعد ما خشيتي راسك فيها خشيتي حتى ولادك فيها، وظنيتي بان هذاك ربما غادي ينقداك، ولا هو راه ملهيه، هو راه فرنسا كيضحك عليك، هو راه ما خاسر والو، هو راه ما خاسر والو. اللي خاسر هما هذوك اللي كاين هنايا في المغرب، هذوك هما اللي خاسرين. ولكن بنادم ما كيسمعش النصيحه. بنادم يا ما نصحناه، بنادم جاتو فرصه من ذهب فين يتنازلوا له الناس وما بغاش. من بعد ما خسر الابن الاولاني جاتو فرصه فين انه يتنازلوا له الناس، وكان ربما ينقذ الابن الثاني، ولكن ما بغاش.
ما بغاتش، بقات متحكمه الراس ديالها. حتى اختها ما تصنتش ليها، حتى اختها ناضت وقالت ليها علاش هذاك تدافع عليه، علاش راه تخرجي على راسك. بغات حتى هي تغرقها ومشات شهدت فيها وقالت لهم بان راه هبيله وحمقى وكذا. ختها بقى فيها الحال وبغات تضامن معها، ولكن الاخرى والو، في الاخر خرجت كتبكي على الناس، قالت لهم ومشيت بغيت نرغب عليها وكذا، وهي لا، راه شهدت فيها. ولا غد ليه ملي خرجت اختها فرشاتها عطاتها لها في وجهها. ما عرفتش انا والله، ما عرفت لحد الساعه هاد الشيء اللي كديرو هاد المراه ديال سيدي عدي، والله انا ما فهمتو، بالله ما فهمتوش. في بعض الاحيان كنبغي نتعاطف معاها، ولكن ملي كنشوف الافعال ديالها والله لا تنقول لكم. هذا هو اللي قال له اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استغرب. راه هو هادشي اللي كديرو هاد المراه هادي. تصنت ليا في اللايف كتبكي وانا وليداتي وانا كذا وانا كذا، ولكن في الواقع كدير شي افعال بحال اللي ما دارت مع اختها. خرجت في اللايف كتقول للناس اختي وكذا، وخرجت على راسها وانا بقى فيا الحال، ومشيت ودرت وفعلت ورغبت عليها وكذا، ولكن في الواقع ما دارت هذا الشيء هذا نهائيا. في الواقع انما هي اللي شهدت في اختها، وهي اللي بغات تغرق اختها. علاش؟ رغم ان اختها مسكينه جات غير النفس عليها وعلى ولادها. راه ملي تنقول لكم الصراحه ديال الحقيقه ديال هذا الامر ديال هذه المراه ديال سيدي عدي، والله لا، امرها محير. وكانت تعطات ليها فرصه من ذهب، فين كانوا غادي يتنازلوا ليها الناس كامله اللي كانت ظالماهم، كانوا غادي يتنازلوا ليها، وكانت غادي تنقذ هذا الابن هذا الثاني. ولكن يعني السخونيه الراس اولا هذاك اللي لهيه باقي كيزيد يقدمها، هي اللي خرجت على راسها. ها هي دابا حاليا يلا، لا قناه لا مدخول لا ولاد، اش من حياه هذه، اش من حياه. دمرتي راسك ودمرتي وليداتك معك، في سبيل من؟ في سبيل واحد ما مسوقش لك نهائيا. دبر راسك. راه ملي تنقولوا طريق السروالي كحله، راه طريقه كحله. خصكم تعرفوا بان كاع هادوك اللي حاليا عندهم مع علاقه راه كلهم غادي يوقعوا تحت المساءله. علاش؟ لان الشريف ثبت عليه على انه عنده علاقه مع الخائن جيراندو، وبانه كيوصل له المعلومات، بانه كان خدام معه كمخبر. ولكن راه ماشي غير السروالي راه خارج ارض الوطن. اذا شكون المخبرين اللي عنده تاني داخل الوطن اللي كانوا كيمدوا بالمعلومات حول وكلاء الملك وحول الحياه ديالهم الشخصيه؟ حيت داكشي كامل اللي كان كينطق به الخائن جيراندو راه ماشي هو كيعلم الغيب، ولكن كانوا كيوصلوا الاخبار. اذا هو كان خرج وقال لك اودي راه هو هذا السروالي هو المخبر، هو اللي كيجيب لي الاخبار، ولكن السروالي شكون اللي مخدم معاه؟ هذا هو السؤال اللي مطروح دابا حاليا. هذا هو السؤال اللي مطروح. المشكله هو تكون هذه المراه عاوتاني وهي اصلا عليها حكم. هنا كنقول لكم خذوا العبره من هذه المراه هذه. ها هي تبعت هذا السروالي، راه الطريق ديال السروالي كلها كحله. راه ملي كان في المغرب كان كيشتت الاسر، دابا حاليا ها هو خارج المغرب ومع ذلك باقي كيشتت في الاسر، ولكن غير هو التشتيت ديال هذه الاسره هذه يعني بمحض ارادتها، هي اللي بغات تشتت الاسره ديالها. مازال ملي كان هنايا راه كان كيشتت الاسره هكايا مثل عنوه، كيف ما دار مع مربوحه وكيف ما دار مع بكريشه، والقائمه طويله ديال بزاف ديال الناس اللي هما مساكن نصب عليهم كاع من بعد ما شهر بهم وسعى بهم، خدا لهم حصيصه وزاد. واخر مرة كانت مسكينه ديك المرة ديال صحاب اليتامى اللي عندها اليتامى معاقين، اللي سعى بها وصور على ظهرها 20 مليون، وفي الاخر مشى داها ليها ومشى بها للعمره وامه. واش هذا طريقه غادا تكون مزيانه؟ هذه طريقه كلها عافيه، كل الهرب. هذا طريقه، هذا اللي ياكل فلوس اليتامى راه طريقه كل الهرب. واش عرفتي ما معنى انك تاكل فلوس اليتامى؟
هذا راه الواحد حتى ديك السلام ما يقولهاش ليه، ماشي لا نولي يدافع عليه. على ما الدافع على واحد واكل فلوس اليتامى. صراحة خرجت على نفسها وخرجت على أولادها وباقة كتخرج وكتعنتت، باقة كتخرج وكتعنتت، رغم أن حتى الناس بعض المرات كيبغيو يعني مشى يتعاطفوا معها، ولكن باقي اللسان ديالها باقي ماضي، لسانها باقي ماضي لحد الساعة ماضي. إذن إخواني أخواتي، مرة أخرى تنقول لكم جمعة مباركة عليكم، نتمنىكم دائما تكونوا بخير وعلى خير، وتحياتي لكم، السلام عليكم.